السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بقى كده تورتايه حلوة، بس هنعملها بكيك عادي خالص. كيك عادي، مش كيك سبونش ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين معايا كده المنظر الكيك اهو تحفة. وهقول لكم مقاديره كده سريعا وانا بتكلم معاكم. تمام. معايا 3 بيضات وفانيليا ومعلقة خل وملح ونص كوباية زيت. وكل ده هنضربه طبعا في الخلاط، وبعد كده هننزل عليه بكوبايتين الا ربع من الدقيق. تمام. وكوبايه الا ربع من الكاكاو، لو عايزاها فانيليا شيلي الكاكاو. تمام. ومعايا معلقه صغيره من الكربوناتو، ومعلقتين بيكنج باودر، معلقتين صغيرين بيكنج باودر. تمام. وازازه لبن رايب اللي هي الصغيره، اللي هي 220 جرام. كل ده حطيه فوق بعضه، يعني مش لازم حتى خلاط، ابعدي عن الخلاط خالص. هاتي طبق وحطي كل ده فوق بعضه، البيض على الفانيليا على الخل على الملح على الزيت، رشة ملح كده، والدقيق والكاكاو والكربوناتو والبيكنج باودر وازازة اللبن الرايب. ومعاكي بقى كوباية مية سخنة على جنب. تمام. عايزه تعمليها يبقى ليها طعم نسكافيه حطي، عايزه تعمليها ليها طعم نسكويك كده، ممكن كوبايه الميه السخنه دي دوبي فيها كيس من النسكويك. عايزه تحطي نسكافيه، حطي كيس من النسكافيه وقلبيه كده. وانزلي على الخليط اللي احنا عملناه ده كله، انزلي عليه بالميه السخنه بتاعتك، بس ما تحطيهاش كلها مره واحده. يعني الميه السخنه دي بالذات هي اللي ايه، شويه شويه لحد لما تدينا قوام الكيك العادي خالص. عايزه اقول لكم الكيكه دي طريه جدا. بصوا اصلا عامله ازاي. انا بشيل الوش بتاعها زي ما انتم عارفين طبعا، علشان طبعا بيبقى ملزق كده من البيض وكده، فملوش اي لازمه يعني. تمام اهو بالشكل ده كده نبتدي ان احنا نشيله. سهل جدا، تشتغليش في الكيك وهو سخن، يعني سيبيه يبرد خالص علشان ما يبقاش معاكي طبعا يتقطع ويتفرول ويبقى مش حلو معاكي. هقول المقادير سريعا كده وحطوا كله فوق بعضه. 3 بيض، فانيليا، خل، ملح، نص كوباية من الزيت، كوبايتين الا ربع من الدقيق، كوباية الا ربع من الكاكاو، معلقة بيكنج باودر، كربوناتو سوري معلش، ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وازازة لبن رايب صغيرة، وكوباية مية مغلية عليها بقى زي ما انا قلت لكم نسكويك او نسكافيه زي ما انتوا حابين. عايزين تعملوها سادة مفيش اي مشكلة. تمام، بس بيديها طعم. جبت بقى المنشار بتاعي كده وهقطعها اتنين بس، هعملها طبقتين بس لان هي ارتفاعها مش عالي. الكيكه الصينيه ديت مقاس 24. تمام. بصوا الكيك من جوه فظيعه بجد، تحفه تحفه تحفه، طريه جدا جدا. وكيك بصراحه طعمه خطير، جربوها هتعجبكم جدا. مش لازم بقى دقيق سبونج، مش لازم الحاجات دي خالص، دقيق عادي خالص. طريقه كلها سهله وكل المقادير فوق بعض. بصوا عامله ازاي، فظيعه. انا معايا بقى، انا بحب اسقي بصراحه الكيك، اي كيك بحب ان انا اسقيه. فانا معايا هنا حطيت نسكويك كده وبشويه ميه من غير لبن ولا اي حاجه، نسكويك بس كده. وابتديت ان انا اسقي الكيك بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا الكيك فظيع، جربوها والله العظيم احلى تورتايه، واحلى من الدقيق الاسبانش. يعني جربوا ديت وشوفوا احكموا انتوا بقى. معايا هنا طبعا انا كنت عاملاه قبل كده الكراميل اللي انتوا شايفينه الجميل ده، هتلاقوني عملته قبل كده معاكم على القناه. تمام اهو هنزل معاه كده، هنزل عليه سوري، هسقي الكيك كده بالشكل ده. انا التورتايه دي انا مش هحشيها كريمه، يعني انا مش هحط من جوه كريمه وكده. ممكن بقى تحطي بقى ايه طبقه كريم جانتيه وتحشي بقى مكسرات عليها، اي حاجه عندك عايزه تحشيها، ممكن فاكهه، اي حاجه اللي انتوا حابينه يعني. تمام. انا مش هحط من جوه كريمه خالص، انا هحط بس هسقي الكيك كده بالكريم ايه ده بالكريم كراميل كده زي ما انتوا شايفين، كريم كراميل كمان. انا بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا مش مركزه خالص، تعبانه جدا. والفيديو ده اصلا معايا بقاله شويه بس مش قادره امنتج والله، ولا قادره انزل، وماليش نفس كده بصراحه، مش عارفه ليه يعني. بس قلت خلاص انزله بقى بقاله كتير قوي معايا على فكره. هنا انا معايا هنا ده جناش، بنزله برضو عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على الكراميل. تمام. انا مش هحط كريمه بقى، ممكن تحطي طبقه كريمه، ممكن تحطي الكريمه وتحطي عليها كده صوص من الكراميل، صوص من الشوكولاته زي ما انتوا حابين. هسقي بقى كده الطبقه اللي على الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي ان انا ايه، عندي بقى كريمه مضروبه كده، كريم جانتيه عادي خالص، وحاطه عليه معلقه من النوتيلا.
تمام، او بديلة النوتيلا طبعا اي حاجة. وابتديت ان انا اضربها كده ضربتين واجلس بيها التورتايه بتاعتي. تورتايه سهله جدا وما بتفرولش زي ما انتم شايفين كده، مفيش فروله مفيش اي حاجه خالص، بس اشتغلي فيها وهي بارده، ما تشتغليش فيها وهي سخنه. ومقادير سهله خالص ما فيهاش اي حاجه. تمام اهو بالشكل ده كده. هجلسها بقى كلها كده وهعمل بقى صوص جناش. انا عندي صوص الجناش اللي انا سقيت بيه التورتايه دي من جوه. هقول لكم صوص الجناش عشان برضو للي ما شافوش قبل كده، انا عملته قبل كده على القناه، بس هقول لكم سريعا كده معاكم. صوص الجناش معايا قالبين اللي هم الشوكولاته، قالبين اي نوع بقى، بس انا بصراحه بحب سما ودريم احسن نوعين. تمام، هتجيبي قالبين، يعني انا عايزه 400 جرام، عليهم ربع كوبايه من الزيت، و3 معالق من كريم جانتيه، ونص كوبايه ميه بس. ده هيعمل لك صوص جناش تحفه، تجلسي بيه اي تورتايه، تغطي بيه اي تورتايه. بيبقى تقيل وسمكه حلو، وبيجلس التورتايه، ما يخليهاش طبعا باينه، ما يخليهاش فيها اي حاجه مش حلوه، والكريمه تبقى باينه مش عارفه ايه الكلام ده. لا بجد تحفه، جربوه هيعجبكم جدا. هتعملوه ازاي؟ هنجيب ربع كوبايه الزيت في طاسه كده في حله صغيره، ونحط عليهم الكريم جانتيه، 3 معالق كريم جانتيه، عليهم نص كوبايه ميه. تمام، ونقلبهم كده ونحطهم على النار. اول ما تغلي تكوني مكسره الشوكولاته كده، مكسراها كده بايديكي، تخبطيها في اي حاجه تكسريها، وتنزلي عليها بالشوكولاته، واقفلي النار. اقفلي النار خلاص ودوبي. قلبي بقى، اقعدي قلبي 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 قلبي، هتلاقيها صحت معاكي وبقت زي الفل. زي ما انتم شايفين كده جلست بقى التورتايه كده. هجيب هنا صينيه، بقول هجيب صينيه اكبر علشان الشوكولاته اللي هتنزل ما مش برميها، يعني بلمها وباخدها بقى عينها. اهو بالشكل ده كده جبت صينيه، وابتديت ان انا انزل بصوص الجناش بتاعي. ده كان عندي ما كنتش لسه عاملاه، يعني انا لما بعمل الحاجات ديت ممكن اعملها بزياده وبسيبها تبقى عندي في البيت كده ايه بتنفع. يعني انا في اليوم اللي عملت فيه التورتايه ده انا ما جبتش اي حاجه خالص، انا كان عندي كل حاجه، فانا لميت على قد الموجود. يعني عشان كده حتى كمان ما جلستش التورتايه من جوه بالكريمه، قلت لا هجلسها من بره عشان تكفي، لان كان شويه كريمه عندي صغيرين، فقلت لا انا هجلسها من بره بس. تمام. وعايزه اقول لكم برده على خطوه مهمه. الجناش لما تيجوا تسقوا بيه التورتايه، بس الجناش ده كان خفيف، يعني حاجات بسيطه كده زي ما انتم شايفين كده، خفيف شويه، المفروض بيبقى اتقل من كده شويه، بس انا عشان استعملته قبل كده مرتين وكنت بلم اللي هو اللي انتوا شايفينه اللي واقع في الصينيه ده. تمام. طبعا الحاجه كلها نظيفه، فانا لما بلمه مفيش حاجه بتبقى فيه يعني. الجناش لما تيجي يعني تدلقوه على على التورتايه بتاعتكم، ما تخلوهوش يبقى سخن، يعني ما يبقاش سخن بقى واول ما تعملي تروحي ده، لا سيبيه يهدى كده شويه، لانه بيتقل، يعني كل ما بتسيبيه كل ما بيتقل معاكي. ولو عايزاه يبقى حشوه كده ويبقى حشوه من جوه الكيك تقيله، حطيه في التلاجة. بصوا بقى معلش اللحظه ديت، انا يعني كنت بصور والتليفون كان فصل وانا معرفش. تمام، فصل شحن خالص وانا مش واخده بالي، انا بصور وانا مندمجه يعني. المهم شحنته بقى وزينت بقى بالشكل ده. كان عندي اللي هي اللول ديت، انا معرفش انا قلت اسمها صح ولا غلط، ايه شكلتها كده بالشكل ده كده على التورتايه. هي كانت التورتايه دي لبنتي في عيد ميلادها، فما كنت تعبانه اصلا وعايزه اعمل لها اي حاجه سريعه كده عشان ما تزعلش، فلميت كده الدنيا اللي كانت موجوده وعملت لها بالتورتايه الجميله دي. فراولة طبعا لفيتها كده وحطيت شوية مكسرات كده عليها من فوق، لانها كلها بالشوكولاتة كده فعايزة انورها شوية. واللول زي ما انتوا شايفين كده، والمنظر اللي انتوا شايفينه ده، اللول اللي واقف ده بعصاية اللي هي الخلة الصغيرة دي. اهي بالشكل ده كده. عايزة اقولكم شكلها حلو جدا وعجبتها بصراحة. بس كده تورتايه سهلة بسيطة وتزيينها تحفه بصراحه، مفيش اي حاجه. ما عندكيش بقى اي حاجه من الحاجات اللي انا حطاها ديت، ممكن تلفيها كلها بالفراوله كده. قطعي الفراوله كده شرايح ولفيها كلها، الفراوله مع الشوكليت بيبقى تحفه، فممكن تلفيها كلها كده وخلاص. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، وكيك عادي خالص، والجناش بتاعه سهل خالص، شوكولاته وزيت وكريم جانتيه. 3 معالق من الكريم جانتيه، ما عندكيش كريم جانتيه مش مشكله، بس هو بيدي يعني طعم وبيدي تيست حلو قوي، جربوه يعني. والميه وبس كده. جناش سهل جدا بسيط، والتورتايه سهله جدا، والكيك حلو وبس.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، وهستنى تعليقاتكم وهستنى اللايك بتاعكم، وشجعوني كومنتات حلوة علشان اقدر ان انا انزل لكم، لاني بصراحة مكتئبة شوية من القناة وعندي اكتئاب كده. فشجعوني ان انا انزل لكم فيديوهات تانية ان شاء الله، واشوفكم على خير. سلام عليكم.